السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. النهاردة هنعمل اكلة في منتهى الجمال، اقتصادية وجميلة في منتهى الجمال، تنفع عزومة يا جماعة. تنفع اكلة جميلة كده تلم العيلة كلها عليها يعني اكلة روعة بجد يعني. انا هعمل 3 كوبايات ونص دقيق، هنخلهم كويس واعمل احط اعجنها عادي كأني بعمل الرقاق الفلاحي بتاعنا. مية ميه وملح وحبة سكر. كان عندي حبة لبن كده شوية صغيرين، كملت عليهم ميه وعجنت بيهم. قلبت المكونات الجافة كده الأول، وبعدين ديت نص الكوباية اللي أنا زودتها. كنت حاطة 3 كوبايات الأول، وبعدين عملت 3 كوبايات ونص، حطيت نص كوباية كمان. عجنت اهو. هعجن دي مش لبن بس يا جماعة، ده حبة لبن شوية صغيرين والباقي مية دافية. هعجن العجن وحطيت حبة زيت وحبة خل بس. وهعجن بقى ديت، اعجنها كويس جدا يعني، لان ديت اساس الفطيرة اللي معايا. فطيرة في منتهى الجمال، لو جربتيها هتعمليها حتى لو بنص الكمية وصينية اصغر من دي. يعني حاجة فخمة كده وحاجة جميلة جدا. بنص صدر الفرخة، مش بالفرخة، مش بصدر الفرخة كلها. خدت ناحية واحدة بس من صدر الفرخة، خليته وقطعته كده شوية، هتشوفوها دلوقتي. المهم احنا خلينا في العجينة دلوقتي. انا خلصت العجينة، عجنتها كويس وقطعتها 4 قطع. عايزة تعملي نص الكمية وتبقى قطعتين وتبقى خفيفة، مش يعني طبقة فوق، يعني طبقة فوق وطبقة تحت، ماشي. عايزة تعمليها زي ما انا عملتها كده برضك جميلة في منتهى الجمال. هتشوفوا عدد الطبقات يا جماعة، وهتشوفوها مورقة وفي منتهى الجمال. انا قرصتها كده عادي، قطعتها كده وبالزيت، وركنتها شوية عبال ما احضر الحشوة الحشوة بتاعت الفطيرة دي. هركنها لحد ما اخلص حشوة الفطيرة. عندي توابل هنا. دي مش الفطيرة يا جماعة، ديت انا كان عندي 4 قصوصة. قلت ايه اعملها جنبها يعني، عشان ما يقولوش يعني دي بس يعني الاولاد كده. فعندي 4 قصوصة. جيت حطاهم متبلاهم ببصل وطماطمايه، وحطيت حبة بصل بودر كمان، وحطيت فلفل الوان ودعكتهم كده ببعض، وفلفل اسمر طبعا وملح. ودعكتهم في بعض كده كويس، كان طعمها روعة تحفة كده في منتهى الجمال. وديت يا جماعة حتة الهيكل دي بتاعت الصدر اللي انا خليته، فقلت حرميه يعني، ما وفي حتت كده. ديت الحشوة بتاعت الفطيرة. جبت بصلتين كبار كده محترمين. قلت يعني ده هتبقى شوية صغيرة، يعني قلت نص الصدر ده شوية، والله طلعوا كتار يعني، طلعوا حلوين يعني. ده كان ممكن اشيل منها، بس انا قلت يلا خليها ايه، يلا بقى خليها تبقى يعني مليانة كده. خدت الصدر ده وشوحته الاول في حبة زيت. شوحته كويس كده في حبة زيت كده لحد ما تغير لون الفرخة. لازم تشوح كويس يا جماعة، تشوح كويس كده عشان ما تبقاش زفرة او حاجة. اصلا انا بغسل الفراخ بحبهان، حبهاني زنجبيل، بحط عليه بودرة زنجبيل، على الفراخ بودرة زنجبيل وطماطمايه وملح. ايه حبهان دي. وبعدين جيت بعد كده هشوح البتاع ديت يا جماعة، الفرخة دي هشوحها كويس جدا. بعدين انا عندي هجيب فصين توم كده مهروسين واحطهم معاها، واقلبها بردك تقلبتين حلوين لحد ما يعني ياخدوا ويدوا مع بعض. اهي حتة توم كده محترمة حلوة كده يعني، لحد ما يعني ما تغركوش كمية الفراخ دي، ده لسه احط عليها حبة حاجات كده وهتكترها وتبقى حلوة يعني. احط بردك البصل، اقلب البصل بردك قد كل حاجة احطها، لازم اقلبها كده، بس البصلة دي لازم اسيبها تدبل شوية. اقلبها تقليبة حلوة كده معاها. وهي البصلة يا جماعة مش تخريطتها كبيرة، انا عاملاها عشان ما تدوبش يعني، مكبرها شوية كده علشان ايه يبقى لها طعم كده مع الحشوة. اقلبها بردك، لازم اخليها حلوة. لقيت عندي بقى يا جماعة وحدتين كده مشروم،
جيت حطاهم اللي هم عش الغراب دول، كانوا متفرزين عندي في الفريزر. برضك يا جماعه لو في مثلا، لو انت عايزه تحطي جزر حطي حبه صغيرين، لو عايزه عندك خرشوف تقطعيه صغير كده وتحطيه، يا سلام هيبقى في منتهى الجمال. عندي برضك في الفريزر فلفل الوان، حطيته هو متجمد وقعدت اقلب فيه، وحطيت قرن فلفل كده حامي، يعمل لها يعمل لها شخصية كده ويعمل لها قوام حلو. الطماطمية دي يا جماعة مقشراها ومقطعة مطلعة منها البذر والمية، يعني مش علشان ما تعملش مية كتير فيها يعني وتخليها كده. عندي هنا التوابل، فلفل اسمر وملح وزعتر وحبة كمون نطرة صغيرة، انا بحب الكمون دايما احطه مع الفراخ يا جماعة، بيدي لها ريحة جميلة كده. وقلبتها تقليبة حلوة، وحطيت معاهم كمان حبة جوز الطيب مطحون، هيبقى في منتهى الجمال ان شاء الله، طعمها روعة لو عملتوها، والله بجد مش هتندموا، ومش مكلفة، وحاجة بقى عاملة كأن عاملة بقى رقاق، عاملة جلاش، عاملة حاجة حلوة قوي كده يعني. ممكن العجينة دي يا جماعة اعمل منها حاجة حلوة بردك، ممكن اقصها شرايح كده واجيب قرفة وسكر والف الشرايح كده زي المثلثات، هتبقى في منتهى الجمال، حاجة حلوة جميلة. او ممكن بردك احشيها مهلبية اللي هي القشطة الكدابة، احشيها جيلي، لا مش جيلي، ما احشيهاش جيلي، احشيها قشطة كدابة او مهلبية او كاستر، هيبقى في منتهى الجمال. بسم الله ما شاء الله. هقعد بقى ابططها كويس جدا وهفردها لحد بقى ما اخليها رقيقه خالص، كاني بعمل الفطير البلدي بتاعنا اللي هو الفلاحي بتاعنا ده. هي هتاخد يعني، ومش هتاخد وقت في الفرد يعني، ده الفرد بسرعه، العجينه حلوه وانا سبتها ترتاح عشان تتفرد معايا بسرعه، مش محتاجه حاجه. انا ما عملتهاش بالفراده ديت الا اخر واحده كده عملتها بالفراده. بسم الله ما شاء الله هتبقى حلوه. هقعد افرد فيها اخليها رقيقه واحط عليها سمنه يا جماعه، يعني يا سلام لو كانت حته سمنه بلدي يعني على حبه زيت كده، هيبقى حلوين وتبقى مورقه جميله. بدهنها كلها سمنه يا جماعه، مش بطبقها على الفاضي، كاني بعمل فطير بالظبط. بس ما كترش بردك السمن علشان يبقى ما تبقاش دسمه، تبقى جميله كده ان شاء الله، هتبقى مورقه جميله، هو السمن اللي هيخليها مورقه. لو انا حطيتها من غير هتبقى مش مورقه كده، وهتبقى ملكومه ببعضها. بسم الله ما شاء الله، والله لو جربتوها يا جماعه حاجه جميله كده، لو في عزومه ولا حاجه وانت عملتيها هتبقى حلوه قوي. ما عندكيش اللي هي حته الفرخه ديت وعملتيها، هتبقى في منتهى الجمال. ممكن صدق يا جماعه، ممكن بسطرمه، ممكن جبن، بس زي ما انت عايزه يعني، اللي عندك المتوفر عندك اعمليه، ما بتقفش على حاجه يا جماعه، المتوفر اعمليه. افردها حلو قوي يعني، اهم حاجه الفرد يا جماعه عشان ما تبقاش تخينه، لازم اخليها رقيقه. يعني ممكن تعملي حتى لو عملتي نص الكميه في صينيه صغيره، ده ربع فرخه، ربع صدر الفرخه هيكفيكي لو عملتيها في صينيه صغيره وقللتي الكميه. بسم الله ما شاء الله، والله يا جماعه اولادي اعجبوا بها جدا، قالوا لي يا ماما جميله. يعني هتلاقوا في اخر الفيديو ابني هو اللي بيفتحها، مش انا، بقول لي يا ماما جميله في منتهى الجمال. بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله تعجبكم وتعملوا زيها. انا خلصت الاربعه هما زي ما قلت، ممكن تكتفي باتنين، تكتفي يعني صينيه اصغر من اللي انا عملتها، وتكتفي بوحدتين اتنين من دولت، يعني تعملي نص المقدار، يعني تعملي كوبايتين الا ربع. بسم الله ما شاء الله، او تعملي، ايوه تعملي كوبايتين الا ربع، لان دولت 3 كوبايات ونص دقيق كبيره، يعني 3 كوبايات من بتوع الميه الكبيره دي. هفردها ومجهزه الصينيه، يعني ممكن ما ادهنش الصينيه يا جماعه، يعني احطها هي بين طبقاتها كلها سمن، ممكن ما ادهنش الصينيه. لكن انا دهنت الصينيه بردك احتياطي، يعني بخاف، قلت ادهنها احتياطي مش هيخسر. افردها كده وبعدين اطبقها عشان ما تتبهدلش مني، واحطها في الصينيه. احاول اسويها يا جماعه عشان تبقى كلها قد بعضيها، يعني مقاسات. التطبيقه المربعه يا جماعه احسن من التطبيقه المدوره،
لان المربعة بتجيبي كل الحروف على بعضها، يعني بتطبقي من هنا، يعني من الناحية دي والناحية دي والاتنين كده هيبقوا قد بعض بالظبط. لكن لو عملتيها مدورة زي ما كنا بنعمل الفطير هتبقى حتة خفيفة وحتة تقيلة، يعني عليها كذا طبقة، وحتة فيها طبقتين تلاتة. فهي الصينية انا هحط بقى فيها حبة سمنة شوية صغيرين خالص، وهنقل فيها اول واحدة دي، هنقل فيها اول واحدة وابطط التانية بردك وانقلها فيها بنفس الطريقة كده. انا مش هبططها تاني، ده انا لفاها كده علشان احطها في الصينية تبقى سهل عليا ان انا اعدلها في الصينية. اهي يا جماعة بسم الله ما شاء الله، الصينية دي كبيرة يا جماعة، مش عارفة كام و30 دي صينية كبيرة يعني، دي تكفي عيلة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. وممكن الباقي يا جماعة يستنى على السحور، يعني ما هياش حامية ولا بتسهد ولا اي حاجة، يعني هي جميلة يعني. او بعد الفطار بشوية برضك لو اتبقى حتتين تلاتة كده الاولاد ياكلوها، يعني حاجة جميلة. بسم الله ما شاء الله عليها. ومش هتاخد منك وقت، هي ما خدتش مني وقت والله، يعني انا عملتها على طول ما اخدتش اي وقت. افكركم بالحشوة يا جماعة، انا عملت نص صدر الفرخة، شوحته على النار، وبعدين حطيت فص توم شوحته بردك على النار معاها سنة، وبعدين حطيت البصل تقليبتين تلاتة كده، وبعدين حطيت الفلفل الالوان، وحطيت مشروم وقلبتهم. مفيش مشروم مش لازم، عادي يعني، ممكن تعمليها بمشروم بس، يعني اللي هو الاكل الصيامي ممكن هتعمليها بمشروم بس، وهتعمليها بزيت، عشان اخواننا المسيحيين بردك صايمين. ممكن نعملها بالمشروم وبالزيت بس، واشيل حبة اللبن من العجين، وهتبقى في منتهى الجمال بردك. ممكن احط لها جزر، ممكن احط خرشوف، هتبقى حلوة بردك، جميلة ولذيذة وطعمها حلو. افرد يا جماعة الحشوة، ما وصلهاش للجناب بتاعت الصينية عشان ما تتحرقش اهي، واسويها كويس قوي، واخلي الحشوة في كل حتة يعني متوزعة كويس قوي. انا كان عندي بردك حبة جبن حطيتهم كده جوه الحشوة، يعني هي بردك ما مطتش ولا حاجة، بس حطيت بردك حبة جبن مشكلة هي، جبنة تركي على جبنة موزاريلا اهي. هحط الحبة وهخلي الباقي احطه فوق وش الصينية. وبردك ممكن تستغنى عن الجبن عادي، مش مشكلة يعني. ممكن وانتي بتعملي الحشوة تحط لو عندك حتة جبنة فيتا تحطيها جواها في الحشوة وهي على النار كده اهو. كملت التانية اهيت وهحطها على وشها، اقفل بيها بقى دي. اهم حاجة يا جماعة المرحلة دي ان انا اقفل عليها كويس عشان الحشوة ما تطلعش وتبوظ لي بقى الصينية دي كلها. اعمل اللي فوق ديت، الطبقة اللي فوق ديت ادخلها جواها، الاتنين مع بعض، اللي فوق واللي تحت ادخلهم كده على جوه. الحروف مش هتبقى تخينة يا جماعة، دي الحروف كانت مقرمشة وكانت في منتهى الجمال، يعني كانت حاجة جميلة كده. اهم حاجة يا جماعة اقفل عليها كويس. هي المرحلة دي بردك ان انا اقفل كويس، لو في عندي حتة مثلا اتقطعت او اي حاجة، الواحدة التانية الفطيرة التانية اللي انا هحطها فوقها تداري العيب بتاعها ده. اقفلها كويس، اتبت على قفلانها يا جماعة، انا باكد اهوت لازم تتقفل كويس جدا، ما يبقاش منها اي حاجة باينة. احط الطرفين تحت الصينية، في الصينية من تحت. انا حطيت كده يا جماعة الطبقتين، طبقتين فوق وطبقتين تحت، واقفل عليها كويس جدا، وابططها كده بالراحة، اسويها في الصينية. هتاكلوا بسم الله ما شاء الله فطيرة من اجمل ما اكلته، يعني هتبقى حاجة معتمدة عندكم بسم الله ما شاء الله عليها، في منتهى الجمال.
تنفع في المناسبات، تنفع في عزومات، تنفع يعني انت مستعجلة جاية من الشغل مستعجلة هتعمليها في ثواني كده وانت واقفة. يعني حاجة حلوة. ممكن تقطعيها صغير العجينة صغير خالص يا جماعة وتعمليها طبقات فوق بعضيها زي الرقاق كده برضه. بسم الله ما شاء الله جميلة. بقسمها كده بإيدي آه نصين، وأقسم بقى النصين والربعين كده زي ما تقسمي بقى. ممكن تحطي عليها من فوق سمسم، وممكن تحطي عليها الحبة السودة دي، لكن انا قلت هحط عليها جبن كمان من فوق، فاصلا مش هيبان اللي تحت. وهدخلها على درجة حرارة، همسح وشها بالسمن كده يا جماعة، وهدخلها على درجة حرارة 200 لحد ما تستوي من تحت. ولو احتاجت ان انا احمرها، يعني كانت لسه برضك عايزة تتحمر شوية، احمرها. وقبل ما توصل لدرجة يعني ان انا اخرجها من الفرن، هحط فوقها الجبن. مش هحط الجبن دلوقتي، عشان انا لو حطيت الجبن من دلوقتي مش هتبقى كويسة. هي استوت شوية وحطيت عليها الجبن يا جماعة، ودخلتها تاني اهي. بسم الله ما شاء الله جميلة، بسم الله ما شاء الله. والفراخ برضك استوت، وعملت كمان معاهم حبة مكرونة وبطاطس محمرة ومخلل، وكانت في منتهى الجمال. صراحة يا جماعة ايه رأيكم فيها بقى؟ اهي في منتهى الجمال وجميلة جدا، وطعمها جميل مش شكل بس. صدقوني لو كانت فيها وحشة ولا كان طعمها مش حلو، كنت انا قلت لكم ان حصل لها كذا وطعمها فيه كذا ومش عارف ايه. اهو انا بقطعها جميلة، حاجة جميلة، علشان فيها يا جماعة نسبة دهون، نسبة دسم يعني. أنا عملت الحلو معاها جيلي طبقات، جيلي ساقع كده جميل يرطب على الجسم كده، بدل ما أعمل كنافة تاني أو بسيمة أو بسبوسة. لا، عملت جيلي. إن شاء الله هيبقى جميل. أهي يا جماعة إيه رأيكم؟ مش بيتزا؟ أحلى من البيتزا كمان. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة محمرة إزاي، حتى جوه متحمر. بصوا يا جماعة بسم الله ما شاء الله، شوفوا الطبقات. ابني بيقول لي فين الحشوة، مش لاقيينها، فين الحشوة؟ اهي بصوا يا جماعة، اهي الحشوة اهي بقى. ايه الجمال ده؟ بصوا يا جماعة اهي، حاجة جميلة جدا، حاجة جميلة تفتح اهي يا جماعة، حاجة عظمة، حاجة عظمة كده جميلة. هعمل بقى الايه التحلية الخفيفة دي. قطعت الموز شرايح صغيرة كده، يعني على قد ما تكون خفيفة كده، حاجة خفيفة. وبعدين هحطها في الكوبايات من تحت، وهكون محضرة جايبة كوبايتين مية مغليين، وهحط عليهم كوبايتين مية من الحنفية عادي كده، وهفرغ فيهم باكيين جيلي. بس بعد ما ارص الكوبايات كده بالموز من تحت كده. هعمل جيلي يا جماعة، جيلي طبقات في منتهى الجمال، يرطب كده على القلب بعد الدسم اللي احنا اكلناه ده. حاجة حلوة كده. اهو انا حطيت يا جماعة معلقة سكر كمان، يعني انا بحب دايما احط للجيلي معلقة واحدة كده بس سكر. وهحط كوبايتين مية سخنين، معاهم كوبايتين مية مغليين، كوبايتين مية مغليين معاهم كوبايتين مية باردين من الحنفية. اهو هفتح الباكوين اهم واحطهم. حاجة جميلة كده برضك، حاجة في منتهى الجمال. بدل ما اعمل كنافة تاني وكده، لا، همت كوبايتين مية دي مية عادية من الحنفية. هحط معاهم كوبايتين مية سخنين، وهقلبهم كويس لحد ما يدوبوا. هقلب دي المية السخنة يا جماعة. هقلب الجيلي في ده جيلي فراولة طبعا يعني. هقلب كويس عشان يدوب يعني في المية السخنة. وبعدين احط معاهم مية من الحنفية، دول كوبايتين مية من الحنفية من الازازة اهو. وهقلبهم بردك تقليبة كده كويسة، وهفضيهم في الكوبايات. هعمل طبقة واحدة بس واركنها، احطها في التلاجة لحد ما تجمد. اطلعها، احط موز واحطها في التلاجة تاني. هعمل حوالي 3 طبقات بنفس الطريقة اهو كده. هجيب بقى الكوبايات واحط فيها الجيلي، اول طبقة جيلي. ان شاء الله تبقى حلوة وتعجبكم برضك، جميلة جدا.
ممكن انت تغيري نوع الجيلي. يعني ده فراولة، عايزة تجيبي مشمش، عايزة تجيبي اي نوع تاني يعجبك ماشي، بس بتبقى تقريبا هو نوع حلو اللي هو جيلي الفراولة ده. بس انت وذوقك، انت اللي تفضلي الحاجة اللي تعجبك. حاجة جميلة يعني، حاجة حلوة كده. يا جماعة هحط الجيلي فوق الموز، وهركنه احطه في التلاجة لحد ما يتجمد، وهرجعه تاني لحد اما دوب ما تيجمده. هحط طبقة موز كمان. هو بياخد وقت بس يعني ممكن تخلصيه لو التلاجة جامدة كده وكويسة، ساعتين كده تكوني مخلصاه. ما انت بتشتغلي حاجة تانية عبال ما بتروحي وتيجي تكوني خلصتيه. يعني مش هياخد وقت. يعني هتحطي الجيل اللي احنا عملناه ده، هتحطيه في دورق وتركنيه على جنب، ما تحطوش في التلاجة. ده اللي هتحطيه في التلاجة عشان لو حطيتي اللي في الدورق في التلاجة هيتجمد. هحط بردك هنا موز في الكاس ده، قلت يبان اكتر لان مش عارفة الكوباية هتبان ولا لا. احط بردك هنا طبقة الموز، وبعدين احط الجيلي وهدخلهم التلاجة. يعني كل واحدة هتاخد حوالي نص ساعة، وحسب قوة التلاجة بقى. ادخلهم التلاجة واطلعهم تاني، احط طبقة الموز وكده اهو. هشيلهم وهدخلهم تاني التلاجة، واحط طبقة الموز التانية. يعني الطبقات اللي تعجبك حسب بقى كبر الكوباية بتاعتك. لو الكوباية بتاعتك كبيرة وتاخد ياما، اعملي 3 4 5 6 طبقات، انت حرة. وممكن بردك بدل الموز تحطي اي حاجة تانية، بس انا قلت الموز هيبان يعني مع الجيلي الاحمر ده، الموز هيبان. يا جماعة بسم الله ما شاء الله، بردك حاجة ما فيهاش دهون، ما فيهاش دسم. كفاية مثلا احنا اكلنا الفطيرة هتعمل يعني دسمة، فقلت اعمل دي حاجة خفيفة كده، نبعد عن الكنافة والبسيمة والحاجات دي. اهو كده جماعة، انا كنت كده عملت طبقتين، دي تاني طبقة، تالت طبقة اهو. هعملها بردك بنفس الطريقة. احط الموز وادخلها بردك التلاجة وكده. مش عايزة تعمليه طبقات وعايزة تحطيه كله كده مرة واحدة، تحطي الجيلي وبعدين تحطي فيه الموز، او تحطي الموز وبعدين تحطي فيه الجيلي، عادي بردك هيبقى جميل. بس انا قلت اديها شكل جمالي كده. آه يعني دي تنفع بردك يا جماعة عزومات، تبقى شكلها حلو كده، مثلا تقدميها مع قبل الكنافة، قبل حاجة كده يعني. هتغير من المألوف. يعني معروف ان احنا هنروح رمضان كنافة قطايف بسيمة بسبوسة، الحلويات الشرقية اللي احنا مشهورين بيها في رمضان، جلاش كده. فدي هنبعد عن المألوف شوية. جميلة بسم الله ما شاء الله. ممكن بردك تحطي نصها من تحت كاستر، وتكمليها بالجيلي. يعني تعملي كاستر او كريمة كدابة او اي حاجة من دي، وتكمليها بالجيلي، هتبقى حلوة في منتهى الجمال. ديت اهي طبقات اهي يا جماعة. وانا هعمل كمان طبقتين، هدخلها الفريزر، وهعملها التلاجة مش الفريزر يا جماعة، واعملها تاني. حاجة كده برضك حاجة حلوة جميلة. لو عايزة تغيري الموز غيريه، ممكن تحطي فراولة، ممكن رمان، توت بري، اللي انت عايزة تحطيه يعني جميل. ممكن تحطي كيوي، تحطي اللي انت عايزاه حسب ما انت ما بتحبي بقى. انا قلت الموز متاح يعني، ممكن يعني موجود يعني فكده، وما فيش حد بياكل في رمضان فاكهة كتير، فقلت استغله يعني، بدل ما هو موجود كده استغله. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، حتى شكلها مفرح كده، تحسي بفرحة كده وانتي بتبصلها. بسم الله ما شاء الله عليها. يا رب تاكلوه بالهنا والشفا وبالصحة للجميع يا رب، ويجعل بيوتنا عمرانة بالخير يا رب. كل سنة وحضراتكم طيبين جماعة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، تعليق من حضراتكم بيسعدني.
اللايك يا جماعة بيرفع القناة، واشتراك بردك في القناة تعلى بيكو ان شاء الله. يعني اهو ان انا بردك مستمرة في عمايلة، يعني هي بتاخد وقت بس حاجة حلوة، بس بتتاكل بسرعة. هي بتاخد وقت بس بتتاكل بسرعة. جميلة يعني. يا رب التحلية بتاعتي النهاردة يا جماعة تعجبكم، ويا رب الفطيرة تكون عجبتكم يعني تعملوها. ان شاء الله جميلة كده. يعني انا واثقة ان انا ما بعمل الحاجة بجربها الاول وكده قبل ما اعملها لكم. يعني لو هي فيها حاجة والله هقول لكم ما تعملوهاش كده، او اعملوا كذا، او البديل كذا او كده. بسم الله ما شاء الله. بردك الجيلي دوت بردك هينفع لاخواننا بردك المسيحيين. حاجه ما فيهاش لبن وما فيهاش اي حاجه، وفي نفس الوقت حلوه. بس ما اعرفش الجيلاتين ده ممكن يكون مصنوع من حاجه او كده. يعني هل هو مناسب ليهم ولا لا؟ بصوا هنا دولت طبقتين اتنين اهو. انا جبتها دي كلها هي. بسم الله ما شاء الله، شكلها جميل في منتهى الجمال اهي. بصوا يا جماعه الطبقات، وشفتوا هي مشبرة ازاي. جميلة جميلة، حاجة حلوة قوي، وحاجة مشرفة كده وبسيطة. يعني تعمل في عزومة ولا حاجة في منتهى الجمال. بتكون وصفتي عجبتكم، مطولتش عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.